السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده هوضح لك الفرق بين شركة اوبر وشركة طلبات. لو انت معاك موتوسيكل وحابب تنزل تشتغل في شركات التوصيل وكده، انا اشتغلت في الاتنين، في اوبر وفي طلبات، فانا هوضح لك الفرق ما بينهم. اولا اوبر دي لتوصيل الافراد، انما طلبات دي بتوصل طلبات ومعظمها بتكون من المطاعم. يعني اوبر لتوصيل الافراد، انما طلبات بتوصل حاجات، يعني بيبقى مركب بوكس وكده وانت بتوصل بيه حاجات، انما اوبر بيبقى حد راكب وراك انت بتوصله. اوبر بيبقى الزوم بتاعها مفتوح، انت مالكش مكان معين شغال فيه. ممكن تفتح في الهرم، بعدها بساعة تلاقي نفسك في حلوان، بعدها بساعة تلاقي نفسك في شبرا. انما طلبات على عكس كده تماما، متقسمة مناطق. يعني مثلا شغال دق المهندسين ما بيطلعش بره دق المهندسين، شغال معادي ما بيطلعش بره المعادي. نيجي بقى لنظام الشغل. اوبر انت من اي وقت انت عايز تشتغل فيه بتدوس ابدأ، ومنين ما تخلص شغل حتى لو عملت رحلة واحدة بتدوس بتلغي متاح العمل، بتبقى خلاص مش شغال. انما طلبات على عكس كده تماما، طلبات بتشتغل بنظام الشفتات. يعني انت بتحجز شفت اقل حاجة 5 او 6 ساعات بتشتغله لاخره، وبتحجز شفتاتك على مدار الاسبوع. بتختار الشفت في الوقت اللي يناسبك، بس الشغل مش بالشفت. الشغل بالشفت مش بالمزاج، مثلا افتح ساعة 2، لا، بيبقى بالشفتات، واقل شفت بيبقى 5 ساعات تقريبا. نقطة رقم 3 بيبقى نظام القبض. اوبر انت بتحصل قبضك من العميل رحلة برحلة، وكمان اوبر بيبقى لها نسبة على على الفلوس اللي انت بتعملها. انما طلبات العكس، طلبات القبض بتاعها بيبقى كل اسبوع وبتحاسبك على عدد الاوردرات اللي انت عملتها، ولكن طلبات ملهاش نسبة، يعني ما بتاخدش نسبة من عدد الاوردرات او من الفلوس اللي انت بتعملها. نسبة طلبات بتبقى من المطاعم اللي متعاقدة معاك. فباختصار يعني انت الاحسن ليك اوبر ولا طلبات؟ بص، هي لو شغلانة ثابتة فالاحسن ليك هتبقى طلبات، لان انت هتقبض بالاسبوع، فتعرف تنظم نفسك وقتك على طريقة الشغل على الابليكيشن بتاع طلبات، لان انت هيبقى ليك مثلا قبض كل اسبوع، فانت هتبقى حاطط تارجت لنفسك. انما انت لو عايز حاجة مثلا ساعة ساعتين، اللي هو تجيب مثلا مصاريف يومك وخلاص، وانت مثلا بيبقى معاك شغلانة تانية 10 او 12 ساعة، فانت مش هتقدر تشتغل 6 او 8 ساعات على طلبات. فانت لا، في النقطة دي اوبر هتبقى احسن لك واريح لك من طلبات، لان طلبات مادام يعني قررت تشتغل فيها، فانت لازم على الاقل هتشتغل 6 ايام في الاسبوع، على الاقل خالص في اليوم 5 ساعات عشان تفضل مكمل. يعني والا كده، يعني لو ما التزمتش بكده هتلاقي المكتب بيروح حاجه اسمها يرفع لك النقطه، اللي هو يرفع لك الشفتات خالص، ولا انت مش هتعرف تشتغل على الابليكيشن الا لما يرجع بقى تتكلم معاك وتتفق تاني وتظبطها مع المكتب. طب انت بقى ما معكش مكنه مش هتعرف تنزل لا اوبر ولا طلبات. يقول لك ان طلبات بقالها حوالي 4 سنين فاتحه التعيينات للعجل. يعني انت لو معاك عجله تبقى عامله زون صغير للعجل بيوصل فيها الاوردرات وكده، وتبقى الاسعار كويسه جدا، بتنافس كمان اللي معاه مكنه. يعني ممكن واحد معاه عجله بيشتغل 10 ساعات ممكن يصفي 500 واكتر كمان. هو ما بيدفعش بنزين بقى ولا زيت ولا صيانه مكن، فالموضوع بيبقى اوفر له جدا واحسن. لو عجبك بقى المحتوى اللي انا بقدمه، فانت تعمل اشتراك ولايك وتسيب لي كومنت تحت. ولو عايز تنزل تشتغل معانا طلبات في نفس المكتب اللي انا شغال فيه، انا هسيب لك الواتساب بتاعي تحت في الكومنتات، وانا ان شاء الله هنزلك في اقرب منطقة ليك او المنطقة اللي انت عايزها. يلا سلام.